ازيكم يا اخواتي؟ كله بونو. النهارده هكلمك عن القرصان، عن صاحب مصنع الشوكولاته، عن المغني، عن صاحب البرفانات، المبدع كابتن جاك سبارو، جوني ديب. Let's go! جوني كريستوفر ديب اتولد سنة 1963 في ولاية كنتاكي. طفولته ما كانتش سهلة، أب وأم على طول في مشاكل، واتنقل من بيت لبيت أكتر من 20 مرة. أهله اتطلقوا وهو عنده 15 سنة، وجوني ديب ما كانش لاقي نفسه. الحاجة الوحيدة اللي كانت بتهديه كانت المزيكا. أمه جابت له جيتار وهو عنده 12 سنة، ومن هنا قرر إن هو يكون نجم روك، وساب المدرسة وهو عنده 16 سنة. قرر إن هو يتفرغ للمزيكا وعمل فرقة سماها ذا كيدز. خد فرقته وقرر إن هو يطلع على لوس أنجلوس اللي بيسموها أرض الأحلام، وهناك يبدأ حلمه. بس الحلم ما كانش سهل، والفرقة أول ما وصلوا لوس أنجلوس اتفرقوا. وهنا لقى نفسه بيشتغل اي شغلانه عشان يكسب جنيه، لدرجه ان هو كان بيبيع اقلام في الشارع. في الفتره دي اتجوز جوازه سريعه من واحده اسمها لوريس اليسون، ودي كانت اهم خطوه في حياته من غير ما يعرف. في الفترة دي مراته دي عرفته على الممثل نيكولاس كيج. نيكولاس كيج شاف جوني ديب حاجة مختلفة وسأله هو انت ليه مش بتمثل، ورتب له مقابلة مع وكيل أعماله. بس جوني ديب التمثيل ما كانش في دماغه أساسا، هو عايز يبقى روك ستار بس الفلوس مش أحسن حاجة. أول دور جاله كان في فيلم رعب سنة 1984. الدور ما كانش كبير بس كان البداية. بعدها بكام سنة جات له الفرصة في مسلسل اللي هيغير حياته، مسلسل اسمه 21 جامب ستريت. جوني ديب لعب في دور ضابط متخفي في مدرسة ثانوي. محمود اسماعيل، درينك يربا باي ناو. عموما يا جدعان، انا في فيديو قادم هكلمكم عن محمود اسماعيل وفوائد المكتب، الاتنين في فيديو واحد. نرجع لموضوعنا. المسلسل ده كسر الدنيا، وجوني ديب في يوم وليلة بقى التين ايدل، محبوب المراهقين او المراهقات، وبدأ يتحط في الحتة بتاعت ليوناردو دي كابرو، اللي هو بدأ يبقى الممثل الحلو وبوسترات والبنات تجري وراه في الشارع زي حبيبك المقنع، معروفة يعني. انا بلبس القناع خد بالك عشان لو قلعت فاهم البنات انتوا عارفين اللي فيها بقى، انا مش لازم اقول شكرا ليك. بس جوني ديب ما كانش عاجبه الموضوع ده، هو كان عايز يبقى الممثل الشاطر اللي بيجيله ادوار صعبة اللي المخرجين بياخدوه عشان يعمل ادوار معقدة. هو جوني ديب معروف عنه ان هو مش بيحب الأضواء هي اللي بتحب جوني ديب، واللي هيقول غير كده انا هعمل له بلوك واعمل له انسبسكرايب واعمل له انا هايد واعمل له نوت انترست واشيله من الفيديو. اول ما المسلسل خلص قرر ان هو يمشي في طريق مختلف. وهنا بيجي تاني اهم شخصية في مسيرة جوني ديب، وهو المخرج تيم بريتسون. وهنا كان بيدور على بطل لدوره ادواردز سيزر هاندز، يعني ادوارد ذو ايدي المقصات. ليه؟ عشان ايده كانت فيها مقصات. دور غريب جدا، واحد شكله مرعب بس قلبه طيب وما بيعرفش يتكلم تقريبا. كل نجوم هوليوود الكبار كانوا عايزين الدور ده، زي توم هانكس وتوم كروز. الاتنين توم كانوا عايزين، بس تيم بروتون شاف ان الدور ده بتاع جوني ديب، انا مش شايف غير كده. خلاص هو قال هو جوني ديب اللي هيعمل الدور ده، وشاف فيه الحزن والغرابة اللي بيدور عليها. الفيلم ده كان ميلاد جوني ديب السينمائي، وهو وتوم بريتون ما بقوش يتفرقوا عن بعض خالص، كل أعمالهم بقت مع بعض. عملوا مع بعض أفلام بقت علامات في السينما: إيدوود، سيلفي هولو، سويني تود، إليس في بلاد العجائب، وطبعا تشارلي وانكا ومصنع الشوكولاتة، العبقري المجنون. جوني ديب بقى معروف إن هو ملك الأدوار الغريبة، ما بيعملش أدوار عادية، بيختار الشخصيات اللي على الهامش، المجنونة اللي محدش فاهمها. بس رغم كل النجاح الفني ده، جوني ديب ما كانش النجم الأول في شباك التذاكر. كان ممثل كبير والناس بتحترمه، بس ما كانش بيجيب فلوس زي نجوم الأكشن. كل ده اتغير سنة 2003. شركة ديزني قررت تعمل فيلم عن لعبة في ملاهي اسمها قراصنة الكاريبي. محدش كان متحمس للفيلم، وافلام القراصنة كان موضوع قدم ومبقاش بينجح. جوني ديب وافق يعمل الدور كابتن جاك سبارو. لما راح اول يوم تصوير صدم كل الناس، كان بيتكلم بطريقة غريبة، بيتنايل بقى وبيقعد يعمل حركات اللي هو والحركات اللي احنا عارفينها عن كابتن جاك سبارو. عامل نفسه كأنه سكران وحاطط كحول في عينه. مديرين ديزني اتجننوا، قالوا ايه اللي هو بيعمله ده، هو باللي هو بيعمله ده هو هيبوظ الفيلم. بس جوني ديب صمم ان دي الشخصية، ولما الفيلم نزل حصل انفجار. شخصية جاك سبارو بقت أيقونة. الفيلم نجح نجاح خرافي، وجوني ديب اترشح للأوسكار عن الدور ده، ودي حاجة نادرة جدا لفيلم مغامرات كوميدي. فجأة جوني ديب ما بقاش بس الممثل المشهور بتاع الأدوار الغريبة، لا ده بقى أكبر نجم سينما في العالم.
سلسلة قراصنة الكاريبي دخلت له مليارات الدولارات، وأجره بقى بيساوي عشرات الملايين على الفيلم الواحد. بعد إذنكم رجع المج لمكانه. حياة جوني ديب بقت مثالية، وعايش مع حبيبته اللي أنا مش عارف أقرأ اسمها في فرنسا، اسمها فانيسيا باراداي، اللي قعد معاها 14 سنة وخلف منها ولد وبنت. لكن زي أي قصة غربية، وقلت لكم يا جدعان إن كل الممثلين اللي أنا هجيبهم لازم يبقى في حالة طلاق. بعد 14 سنة من الجواز طلقها سنة 2012. بعدها بكام سنة بدأ يظهر مع ممثلة شابة اسمها أمبر هيرد. اتجوزوا سنة 2015، وهنا تبدأ المشاكل والقرف. بعدها بسنة واحدة أمبر هيرد طلبت الطلاق وراحت المحكمة وهو وشها كله كدمات. قالت إن جوني ديب كان بيضربها. الدنيا اتقلبت. جوني ديب الفنان الحساس المحبوب بيضرب مراته؟ ده انت مجنونة ولا ايه؟ الموضوع خلص بتسوية وطلاق، بس دي كانت البداية بس. سنة 2018 أمبر هيرد كتبت مقال في جريدة واشنطن بوست، قالت فيها إنها شخصية عامة بتمثل ضحايا العنف الأسري. ما جابتش اسمه، بس كل الناس فهمت هي بتقصد مين. المقالة دي كانت كفيلة إن هي تدمر الدنيا. ديزني طردتهم من سلسلة بارتيس اوف كاريبيان، وشركة وارنر بروس أجبرته يستقيل من فيلم فانتاستيك بيس. جوني ديب لقى نفسه منبوذ في هوليوود، وقرر انه مش هيسكت. رفع قضية تشهير على جريدة ذا صن البريطانية اللي سمته ضارب زوجته. المحاكمة دي كانت في لندن سنة 2020. جوني ديب خسر القضية. القاضي قال ان الجريدة معاها حق، وان اغلب مزاعم العنف صحيحة بشكل كبير. دي كانت ضربة قاضية خلاص، مسيرة جوني ديب انتهت. بس جوني ديب ما كانش لسه خلص، وقرر يراهن بكل اللي معاه وانه هيرفع قضية تشهير على امبر هيرد شخصيا في امريكا سنة 2022. هنا العالم اتقلب، كله بقى قاعد بيتفرج على احداث القضية. ديت تقول عليه ان هو كان بيعمل كذا، وده يقول عليه ان هي كانت بتعمل كذا، ده يطلع فيديو ادلة وديت تطلع فيديو ادلة. القضية ديت استمرت لمدة 6 شهور. الناس حسوا انه اتظلم، وفي الاخر المحكمة حكمت لصالحه بتعويض ضخم. كانت لحظة عودة جوني ديب من العدم. بعد المحاكمة جوني ديب رجع للمزيكا مع فرقته هوليوود فامبايرز، وبدأ يرسم ويعمل معارض فنية ناجحة. وفي 2023 عمل أول فيلم ليه بعد الأزمة، فيلم فرنسي اسمه جان دو باري. هو أكيد من أكتر الممثلين الموهوبة في جيله، وراجل ورانا إن الشهرة فعلا سلاح ذو حدين. ممكن تبات نار تصبح رماد. شيل النار تصبح رماد، يعني مش عارف حبيبي يابا انت مجنون ولا ايه؟ ممكن تنام كل الناس بتحبك، تصحى كل الناس بتكرهك. الشهرة دايما مش هتكون في ايدك، وان الناس دايما مش هتكون في صفك. لحظة واحدة اخد اكبر. مشروب المقنع. بس الحكمة هنا انك ما تقعش وما تستسلمش وما تسيبش نفسك للشيطان، عشان في ناس كتير لما بتلاحظ ان الناس ضدها بتبدأ تقع او تخيب. شوف في حياتك كام واحد بيتريق عليك. ده مش هنحط بقى مقاييس جوني ديب وانك الاعلام لا، حياتك البسيطة جدا بمعارفك البسيطة جدا. شوف في حياتك كام واحد بيتريق عليك. هل انت لو صحيت مشيت بطريقة الناس اللي بتتريق عليك ديت، خلاص هنام في السرير، خلاص مش هذاكر تاني، خلاص مش هنزل الشغل، خلاص هقعد في البيت؟ مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها انك تعمل عكس اللي الناس بتقوله عليك. لو انت شكلك وحش وان انت مثلا تخنت وكل حاجة، انزل الجيم واتمرن. لو انت بليد في مدرستك او انت بليد في مذاكرتك، ذاكر. لو انت شاب فوق ال20 ولحد دلوقتي مش لاقي شغل، حاول تسعى انك تدور على مهارة. الحياة ما هي الا مهارة. مقولة وبقولها وهفضل اقولها، ان العالم ما بيعترفش بالجامعات. يعني انت مثلا انت مش مهندس فانا خلاص هاجي اشغلك، انت مش دكتور فانا خلاص هاجي اشغلك. العالم بيعتمد انت عندك مهارة ازاي. فلنفترض ان انت احسن واحد بتعرف تنحت كوبايات خشب، كوبايات الخشب بتاعت المتة. هتنجح في مجالك وهتتقبل في ورشات، وواحدة واحدة هتلاقي نفسك ان انت بتعمل ورشة. العالم بدأ يعترف بانك فعلا واحد بتعرف تعمل مهارة، مش واحد خريج هندسة. ممكن يكون في 1000 واحد خريج هندسة، بس انت تكون مميز في مجالك. ازاي علاقة بين ممثل وبراند عطور تتخطى مجرد اعلان وتتحول لقصة ولاء ومخاطرة؟ دي قصة جوني ديب وديور. طب هما ليه اختاروه من الاول؟ ديور كانت عايزة سوفاج ما يكونش مجرد عطر، يكون رمز للراجل البومباستيك اللي ماشي عكس التيار. ومين يمثل ده اكتر من جوني ديب؟ نجم الروك. وهو ليه وافق؟ اكيد الفلوس كانت رقم خرافي، بس كمان الاعلان ده ثبته كايقونه في عالم الفخامه، مش بس ممثل الافلام الغريبه. ديور قررت ان هو في وسط ازمه جوني ديب وان العالم كله بيتكنسل معاه، ديزني كنسلت معاه، وورنر بروس كنسلت معاه، وقررت ان هي تمضي عقد معاه وهتكون في صفه عكس كل الناس. وفي عز ما انا زي ما بقول لك ان العالم كله ضد جوني ديب، سوفاج فضلت معاه
لحد ما فعلا اثبت ان هو الصح وان هو المظلوم. وبالحركة دي اثبتت ديور فعلا ان هي كانت صح، وسوفاش فعلا هو البرفان اللي بيثبت انك حتى لو انت مظلوم، حتى لو انت عكس التيار، فانت ماشي في الصح. وديور قدرت تثبت ان هي فعلا عكس التيار، وقدرت تثبت ان جوني ديب كان مظلوم. والحركة اللي سوفاج عملتها ديت كسبتها مليارات لما عالم ادرك فعلا ان جوني ديب كان مظلوم. مش بقلل من طب وهندسة، الطب والهندسة هيفضلوا أهم كليتين منذ خلق سيدنا آدم لغاية يوم القيامة، هو الإعمار والصحة. بس أنت متسيبش نفسك لوسوسة الشيطان، ما تسيبش نفسك لطريقة الناس. قوم واشتغل واسعى، ذاكر، انجح، اهتم بصحتك. مش مجرد كلام بيترمي في الهوا، فكر بس انت مع حياتك. ربنا خلق الإنسان عموما ليتفكر. وبس اقفل الفيديو وتفكر عن حياتك شوية، وشوف انت حابب توصل لإيه. شكرا. هقفل بالمكتبة المرة دي.